السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صليوا عليه يا البنات، ان شاء الله كامل تكونوا لاباس. اخيرا رجعت لكم بفيديوهاتي بعد غياب طويل. كما قلت لكم يا البنات راني توكلت على ربي ومعولة عليكم بالجامعات تاعكم لايك وبارطاجيو في مواقع التواصل الاجتماعي باش تكبر القناة. وخليوا لي لايك، ما تبخلوش عليا لايك، وطبعا دعوة خير. هذا الفيديو نزولا عند طلب إحدى مشتركاتي العزيزات، نوجه لها تحية. كانت طلبت مني طريقة تعمار القناة، مع أني حطيت طريقة سابقة في القناة، لكن هذه طريقة أخرى. إذا ما عرفتش تدير بالطريقة ديك، مع أني نفضلها أنايا سهلة وهما كيف كيف يعني. هذه الطريقة الثانية. نبدأ إذا بسم الله على بركة الله. عندنا الخيط. إذا نبدأ بسم الله على بركة الله. عندنا هذه الكانات، ما لقيتش بنات وحدة فارغة، يعني حنعطي لكم الطريقة برك. هاي مملوءة نصف. نجرب. شوفي معايا عزيزتي، هذه تجيبيها تحطيها هنايا، نحطوها هكا، نفترضوا انها فارغه، ولا ممكن تكون نص تعاودي تملئيها، يعني عادي. الخيط تاعنا نجيبوه منا من الفوق وندخلوه هنايا في الفتحه هذه. ماما وندوروه هنايا هكا، ونزيدو نجيبوه ندخلوه من الفتحه هذه، ونتاكدوا بلي وفات هنا. البنات هذه داروها باش تكون الطريقه تاعها هذه هنا، نتحكموا يا اما تكون في الشبيح تاع الخيط باش ما تجيناش تعمار تاع الكانات هنايا مرخوف. اذا جانا مرخوف كي نحطوها لتحت هنايا داخل، نبلاصيوها في البورت كانات، حيجينا الخيط تاعها تكون مرخوفه، حيجينا مشاكل في الخيط، يا اما من الفوق يا اما من تحت في القماش تاعنا. ان شاء الله تكوني فهمتيني عزيزتي. ونجمع المشتركات اللي معايا، ندوروا الخيط ماشي من الناحيه هذه، دوريه من الناحيه هذه هكا، دوريه هكا عليها، ولازم ترجعي هذا هكا، نرجعوا هذا هكا فقط. هذا مكان، هذه هي الطريقه هنا، وهذا هو المكان المخصص لملء المكوك. ننظف وتنظي برجلك من تحت، وتبدا في التعمار تاعك هكا بالطريقه هذه. لاحظي معايا هنا، والخيط راهو ها هي قاعده تتعمر. هنايا البنات راني جبت لكم هذه راهي فارغه هكا باش نعطي لكم افضل، يعني من انه تكون الاخرى نص ثم تملات. تحكمي هذا الجهه هكا وتدوريها الساعه بيدك تاع الخيط، دوريها بيدك هكا، تشبحي مليح هكا، وتحطيها هنا، ثبتيها هنا، وترجعي هذا هكا. نعاودو نرجعو الخيط في بلاصتو، ونشوفوا مع بعضنا التعمار تاعها كيفاش. ان شاء الله يكون التصوير برك واضح. شوفي هكا، هذه هي. قلنا هنايا هذه تتحكمي فيها في الشبيح تاع الخيط، يا اما يكون باش ما يكونش مرخوف بزاف. هذه لا طونسيون تاع الكانات كيما تلعب الدور تاع هذه هنايا في الخيط. شوفي هاي هذه راهي قاعده تتعمر، انتيا تحطي رجلك لتحت والخيط يمشي وهي تتعمر لك بكل سهوله. حتى الطريقه الاخرى ولا اللي تكون عندهم هذه هنايا كسرت، تقدري تمسحيها بيدك كما في الطريقه اللي حطيتها من قبل. وهنايا عندنا ها هي تعمرت
في ثواني يعني معدودة. ان شاء الله عزيزتي تكوني فهمتي. اذا البنات بعد ما عمرناها هنايا راهي تملأت، نحيوها. زيد نعطيلكم الطريقة تاع كيفاش نحطوها في مكانها في المكوك. اذا نجبدوه هنايا، هاهو هنايا برك. يا البنات تاكدوا باللي كي تحطوها بالطريقه الصحيحه، تحطوها الخيط جاي ماشي من الجهه هذه. كي تحطيها في الجهه هذه راح تكون طريقه خاطئه وراح تلقاي مشاكل في الخيط. تاكدي بلي الخيط يكون جاي من هذا الاتجاه ورايح ماشي مع هذا هكا هنايا وجاي منا، وندخلوه هنا وتجبدي هك وتخرجيه في هذا الثقب او هذا المكان هك. ان شاء الله يكون واضح. تاكدي بلي الخيط جاي من وتدخليه هنا في هذا الشق، يمشي لتحت هنا ويخرج من هنا هكا. وتتاكدي بلي راهي ماهيش مرخوفه بزاف. كي تهزيها هكا طيح، ولا مشبوحه خلاص كي تجبديها ما تمشيش. هاني كي نجبدها تمشي عادي. وهذا كاينين هذو لي فيس هنا هما اللي يتحكموا فيهم. يا ترخيهم كي تكون مشبوحه بزاف، يا تجبحيهم. وهاي تبان لك لازم توصلي النتيجه كي تهزيها هكا تكون ما تطيحش، ماشي مرفوف بزاف. وكي تمشيه ماشي مشبوح، يمشي كي تجبديه ماشي مرفوف بزاف، يمشي بسهوله. ان شاء الله تكوني فهمتيني، ان شاء الله تكون واضحه الطريقه. هذا واش نقدر نقول لك عليه. وهنايا باش نبلاصيوها هنايا هكا، تجبدي هذا يكون هك، تهزيها من هذا الاتجاه باش نحطوها في مكانها هنايا. نحطوها هكا البرا راهي داخله على هذيك. ما تاكدي كي تحطيها تاكدي بلي هزيتي البرا، مش كيما انايا دركا البرا كانت محطوطه. وتاكدي باش تسمعي هذا الصوت. كي تسمعي هذا الصوت اذا راهي في مكانها. والبنات نوصيكم قبل ما تحطوها ما ديروش كيما انايا دركا. هزوا البرا، شوفوا مع البرا منه كي كانت تعمر البرا راهي طالعه هابطه. لازم تتاكدوا باللي طلعوا البرا باش تقدروا. اللي ما يقدرش يبلاصيها كيما انايا دركا يطلع البرا منها، هي اللي تعيقها ما تخليهاش تدخل لداخل. وكما وصيتكم البنات لازم تكونوا تاكدوا منها من هذه ما تكونش مرخوفه بزاف، والتعمار تاعها هنايا ما يكونش مشبوح بزاف، باش ما تلقاوش مشاكل في الخيط كي تجيو تخيطوا في النفده تاعكم. يا اما يخرج لكم الخيط من الفوق، يا اما يخرج من التحت، يا ما تخيط لكمش خلاص. هذا هو الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله يكون فاتكم عزيزاتي، وان شاء الله تكوني فهمتي لي مليح. وهذا هو يعني الفيديو تاع نهار اليوم. ما تنساوش عزيزاتي باللايك وبالتعليقات. خليوا لي اي استفسار او تساؤل لتحت في التعليقات. اللي ما نقدرش نجاوب عليه ويجيني يحتاج الى شرح اكثر، ان شاء الله راني نخلي له فيديو مخصص ليه ان شاء الله. وهذا مكان، وفي امان الله. الى فيديو قادم ان شاء الله.